أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في حلقة جديدة من حلقات برنامج ملفات مغربية ساخنة التي نقدمها لكم من على صوت المغرب نيوز من خارج أرض الوطن. أحيي الجميع وأتمنى للجميع أوقاتا ممتعة. حلقة اليوم سنتحدث فيها عن موضوع بالغ الأهمية. عنوان الحلقة: الملك محمد السادس أمام خيارين، إما محاربة فساد ولوبية فساد أو نهاية لنظام الملكي في عهده. قبل أن أدخل في هذا الموضوع المهم والبالغ الأهمية، لابد أن أشير إلى أهم من هذا، وهو أن الصراحة والواقعية هي أهم شيء يمكن بواسطتهما أن نغير الكثير إلى الأحسن. فما وصل إليه المغرب اليوم من فساد مستشري ومن تداخلات حزبوية أو حزبية لا ترجع بالخير أو بالنفع على الشعب المغربي، وكذلك ما نعيشه اليوم من تقارير ترفع إلى الملك مغلوطة عن الشعب وعن الشعب المغربي بالداخل وبالخارج. كل هذا تستفيد منه طبقة واحدة في المغرب، وهي الطبقة الفاسدة التي زرعت أجندتها وجواسيسها ولوبياتها في كل القطاعات العمومية في المغرب وفي سفاراته وقنصلياته في الخارج. فأضحت هذه اللوبيات تتحكم، تشكل بنيات علنية وسرية، وأضحت وهي تتحكم في ينابع خيرات المغرب وثرواته، في البحار والمحيطات وفي البر وفي السماء. بحيث استفادت هذه اللوبيات من اهتمام الأحزاب السياسية التي تحميها من حين لآخر، اهتمام تلك الأحزاب السياسية بأمورها الشخصية وبأمورها الخاصة. حكومات تتناوب وكأننا في مشهد مسرحي روتيني، يتناوبون على الخشبة، وإذا كان في المسرح هواة من المسرح يقومون بأدوارهم من أجل المتعة والفرجة، فهؤلاء في الحكومات المتعاقبة المنتميون إلى الأحزاب أو المنتمون إلى الأحزاب السياسية، فهم يقومون بعمل آخر، وهو الحصول على نصيبهم من الثروة من ثروات المغرب. فكيف يعقل على حكومات تتناوب وكل حكومة تعد
بأن تفعل كل شيء من أجل المواطن، لكن عندما يصعدون للخشبة المسرحية يصبحون وهم يفكرون فقط في مصالحهم الخاصة. قوانين يفصلونها على مزاجهم وعلى حسابهم، وقوانين يخيطونها على حسابهم، والقوانين التي لا تخدمهم يبعدونها. كقانون أو مشروع قانون الإطراء الغير المشروع. فكيف أن نتكلم على مغرب ديمقراطي ودولة الحقوق والحريات عندما يتم إبعاد مشروع الإطراء الغير المشروع؟ لماذا أبعدوا هذا القانون أو هذا مشروع القانون؟ ببساطة الجواب واضح: لأنه لا يخدم مصلحة لوبية الفساد، لأن لوبية الفساد توغلوا وأصبحوا في مراكز القرار في المغرب. نعم، أصبحوا في مراكز القرار. فمن حق الشعب المغربي والمواطن المغربي أن يعرف مهام كل مسؤول عمومي في مراكز القرار. لكن هل نعرف من في مراكز القرار؟ نعرف فقط الملك محمد السادس والمستشارون والوزراء ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان المثقل بقضايا قضائية. لحد الساعة ما زالت التحقيقات مقبولة أو في الطريق أو ما زالت مفتوحة لحد الساعة. فكيف يعقل في المغرب أن يكون رئيس البرلمان وهو مثقل بملفات تتعلق بقضايا مختلفة ما زالت عالقة وما زالت في إطار التحقيق، أن يصبح رئيسا للبرلمان؟ وكيف يعقل أن رئيس الحكومة تهم من وزير العدل الحالي سابقا بأن بذمته الملايين يجب أن تستفيد منها الدولة، لكن قبول الأخير بمنصب وزير العدل أربك الحسابات. وهكذا تبين للمغاربة في الداخل وفي الخارج أن هذه الحكومة بدورها فهي تتقن الأدوار المسرحية. إذن ماذا تبقى للشعب كما أشار الملك في إحدى خطبه؟ ماذا تبقى للشعب إذا كان ملك البلاد لا يثق في السياسيين والسياسة في المغرب؟ إذن وتساؤلات الملك أين الثروة؟ ها هي ملفات رئيسة مجلس الحسابات العدوي. وأين هي ملفات جدو التي قدمت للملك وفي القصر الملكي؟ من عمل على إخفائها في القصر الملكي؟ لماذا لم يحاسب هؤلاء المشار إليهم في ملفات جدو في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
كيف لملك البلاد أن يضيع وقته ويستقبل جدته آنذاك الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للحسابات؟ أين هي الملفات التي قدمها آنذاك جدته للملك ومباشرة على التلفاز المغربي وعلى القنوات الإعلامية العمومية؟ تلك القنوات الإعلامية العمومية التي لم تتحرك على الفساد ولم تتكلم عن محاربة الفساد، بل تصفق لجميع اللوبيات بدون استثناء، وكأن المغرب خال أو كأن المغرب فيه صفر فساد. دور الإعلام الحقيقي العمومي وهو التنقيب عن الفساد ووضع الأصابع عن الفساد من أجل محاربة الفساد ولوبية الفساد من أجل المصلحة العامة ومن أجل المال العام ومن أجل مصالح الشعب والفرد والمواطن والمواطنة. لكن للأسف الشديد أصبحنا اليوم نرى مختلف القنوات العمومية الإعلامية وهي تمجد لبعض اللوبيات. الآن يعيش المغرب ويعيش الشعب المغربي واقعا صادما: غلاء الأسعار، عدم حماية الحقوق والحريات، مستشفيات في أسوأ الأحوال، مستشفيات عمومية الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. التعليم العمومي في أسوأ الأحوال، لا يستطيع التلميذ أو التلميذة حتى متابعة الدراسة، ليس هناك أي توجيه أو أي حماية للشباب المغربي. وهكذا يمكن للشاب أو للشابة الانقطاع عن الدراسة بدون سبب. والمصالح المختصة للدولة غائبة، لأن التعليم العمومي يجب أن يكون إجباريا، لأن التعليم اليوم هو أساس النجاح، وهو بواسطة يمكن للدولة وللأجيال القادمة أن تصنع دولة الحقوق والحريات بالعلم، بفضل العلم لا بفضل الجهل، لأن آثار ومخلفات الجهل أكثر بكثير من آثار التعليم. فالتعليم دائما آثاره جيدة وإيجابية وبكلفة أقل، لكن كلفة الجهل فهي مصيبة للفرد وللمجتمع وللدولة. إذن أصبحنا نرى اليوم الإجرام بجميع أنواعه. شباب يتعاطون للمخدرات، للكحول، وهم مشردون بدون حماية في الشوارع. ماذا تريدون؟ كيف تريدون من الأمن أن يفعل؟ ماذا تريدون من الشرطة والدرك والقوات المساعدة أن يفعلوا؟ أين هي الأحزاب؟ ما وقع في الصخيرات والمواجهة الدامية بين مجموعة من السكان المواطنين الذين تم هدم المنازل على رؤوسهم ورجال الدرك أو رجال الأمن ورجال القوات المساعدة؟ من خلق تلك المصيبة؟ أليس المنتخبون السياسيون الذين قدموا وعودا للسكان من أجل صوت؟
والآن بعد مضي وقت من حصولهم على الكرسي تركوا المواطنين والشرطة في صراع بينهم، تركوا المواطنين والدرك في صراع بينهم، تركوا المواطنين والقوات المساعدة في صراع بينهم. لكن أين هم المتورطون في السماح بالبناء العشوائي؟ ولا ننسى هنا أن نفتح قوس بأن المواطن له الحق المضمون في السكن اللائق، وهو حق من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. لماذا يصادق المغرب على الاتفاقيات الدولية وبوجه آخر لا يحترمها داخل المغرب مع المواطنين المغاربة، ولا حتى مع المواطنين المغاربة المقيمين في المجر الذين تهضم حقوقهم في السفارة المغربية والقنصلية المغربية؟ أين هو الملك؟ وبكل احترام وتقدير، وهو المسؤول الأول عن حماية الحقوق والحريات. وماذا عن الحق في الشغل في المغرب؟ عليك إذا أردت أن تحصل على شغل عليك أن تنخرط في حزب سياسي في المغرب. وماذا عن الغير المتحزبين؟ لقد وصلت البطالة والعطالة في هذه الشهور الأولى من سنة 2023 إلى مستوى خطير جدا، ومع ذلك رأينا الزبونية والمحسوبية، ولا أحد استطاع أن يحاسب وزير العدل على ما قام به في مباراة الأهلية. إذن وماذا يجري في البرلمان داخل البرلمان المغربي عندما أصبح وجهة لبعض الفاسدين وبعض الموظفين السابقين، وواحد منهم هو كان موظفا بالسفارة المغربية بالسويد وتم طرده في 2016، وأدخلته لوبية الفساد من النافذة للحصول على وظيفة في قسم العلاقات الخارجية في البرلمان. وحتى لا ننسى قبل إلقاء القبض على مبدع كان قد رشح لترأس لجنة العدل وحقوق الإنسان. يا لها من سخافة وصلت إليها حالتنا في المغرب، يا لها من سخافة عندما يدخل بعض الفاسدين إلى البرلمان. أين العدل؟ أين دولة الحق والقانون؟ أين تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ العدل أساس الملك يا ملك. دوركم الآن وبعد أن بحت الحناجر والأصوات المغربية في الداخل وفي الخارج مطالبة بحقوقها وبحرياتها، الآن وبعد أن تعبنا من المطالبة بحماية الحقوق والحريات، والآن عندما طالبنا ولا زلنا نطالب بتفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، رأينا هذا النور القليل من الضوء في اعتقال وزير سابق. لكن ماذا عن المبدعين الآخرين الذين ينتشرون في السفارات والقنصليات وفي داخل البرلمان وفي الوزارات وفي المؤسسات العمومية وفي بعض الجمعيات التابعة للدولة وللوبية الفساد؟ أين؟
متى وكيف سيتم محاربة الفساد في المغرب من أجل مغرب يسود للجميع؟ أولا، هذا مجرد اقتراح حل ومطالب للملك محمد السادس. حل البرلمان هو الحل، وإعلان انتخابات سابقة لأوانها، وإطلاق سراح معتقلي الرأي في المغرب والصحفيين والسياسيين، لأن صورة المغرب شوهتها لوبيات الفساد المتغلغلة في سائر القطاعات العمومية والوطنية والتابعة للدولة، إلى أن أصبح الفساد هو اللغة الرسمية عوض لغة القانون والاحترام المتبادل والمحاسبة والمساءلة. ثم أن الملك محمد السادس الآن أمام خيارين اثنين لا مفر منهما: إما محاربة الفساد ولوبية الفساد وتفعيل مبدأ الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الحقوق والحريات والتجاوب والتواصل مع المواطنين المغاربة في الداخل وفي الخارج، وحماية المواطنين في داخل المغرب والاهتمام بقضايا المواطنين في داخل المغرب وقضايا المواطنين العالقة وخاصة التي تخص مغاربة العالم والذين يراسلون القصر الملكي بدون إجابات لحد الساعة. وعلى الملك بكل احترام وتقدير، إذا أراد فهو حر أن تبقى الملكية في المغرب، فعليه أن يصطف جنبا إلى جنب مع الشعب المغربي في الداخل وفي الخارج، لأن 2023 ليست هي 1971 أو 72 أو سنوات الجمر والرصاص في عهد البصري أو في عهد المغفور له الحسن الثاني. اليوم الشعب وكل المواطنين بدون استثناء يريدون مغربا ديمقراطيا، مغرب الحقوق والحريات بطرق سلمية باحترام، وكذلك التوزيع العادل للثروة. إن الملك محمد السادس الآن أمامه خيارين: إما محاربة الفساد ولوبية الفساد وحل البرلمان وإعلان انتخابات استباقية، وكذلك العمل على إلغاء الأحزاب الفاسدة التي ما زالت لم تقم بإرجاع أموال الدولة التي أعطيت لها كدعم، وكذلك إرجاع تلك 7 ملايين التي أعطيت للبعض ومنهم رئيس حزب وهو رئيس سابق للحكومة، لأن مال الدولة يجب أن يعود إلى الخزينة العامة لتستفيد منه المستشفيات ويستفيد منه العاطل ويستفيد منه الفقير، وذلك بضمان بطاقة بنكية شهرية تضمن كرامة المواطن المعوز والفقير كل شهر. إذا أراد الملك محمد السادس أن تستمر الملكية في المغرب، فعليه أن يحمي الحقوق والحريات، وعليه أن يحاسب بكل احترام وتقدير، أن يفعل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن يفعل حتى خطبه السامية التي لم تفعل لحد الساعة.
أين هي توصيات الملك للجالية المغربية المقيمة في الخارج؟ أين توصيات الملك للفقراء في المغرب؟ أين توصيات الملك لذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب؟ أين توصية الملك للقطاع الفلاحي؟ أين توصية الملك للفلاح المغربي وللمعلم وللقاضي وللدركي؟ أين توصية الملك والجنود الذين شاركوا وحرروا الصحراء المغربية؟ هم الآن لا يستفيدون، بعضهم بل أكثرهم لا يستفيدون من خيرات الوطن، ويجب أن تعطى لهم الأولوية لأنهم أسود، وبأنهم دافعوا على الوطن. لكن أن نراهم معطلون، أبناؤهم وبناتهم أو هم نفسهم لا يجدون حتى ولو قوت ليلة، يمتهنون مهنا غير لائقة بمقامهم، فهذا أمر غير مقبول. فالملك محمد السادس أمام خيارين: إما محاربة الفساد ولوبية الفساد، أو للأسف الشديد نهاية للنظام الملكي. كنتم مع برنامج ملفات مغربية ساخنة.